مساء الخير على أصدقائي وحبايبي. اتفضلوا القهوة. الجو في البيوت يا جماعة فريزر. اخرجوا عشان الجو جميل واشربوا قهوة كده مظبوط زيي. نادي الزمالك اجتمع الفترة الأخيرة من اليومين اللي فاتوا يعني، وفي كواليس كتيرة جدا. معتمد جمال خلاص هيتولى المهمة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، والمدير الفني الأجنبي اللي جاي هيكون أقوى من يانيك فيريرا. هيكون في حدود كده 50,000 دولار، أعتقد يعني في الحدود دي. معتمد جمال هيكمل مع المدير الفني الأجنبي الجديد. لكن في كواليس كتير في نادي الزمالك الفترة يعني اللي فاتت، إن مستحقات اللعيبة متأخرة، فلازم مجلس إدارة يشوف حل للمستحقات المتأخرة. كابتن حسين السيد هيضخ فلوس من جيبه زي ما استاذ هاني بيرزي ضخ قبل كده، كابتن هشام نصر. فاعتقد استاذ ممدوح عباس الفتره دي ممكن ما دفعش اموال الفتره دي، لكن طبعا كان بيدفع قبل كده كتير. كابتن حسين السيد هيفك الازمه بتاع مستحقات اللعيبه، لان انت ما ينفعش تجيب مدير فني اجنبي تتعاقد مع مدير فني اجنبي قبل ما اللعيبه تاخد مستحقاتها، يعني عشان تقدر تعاقب اللعيبه ويدوك في الملعب اللي انت عايزه. فالمدير الفني الاجنبي ممكن الناس تقول لي ميكالي، لا ميكالي هيبقى اخر حاجه، اخر خيار لنادي الزمالك. بس المدير الفني اللي جاي هيبقى اقوى ان شاء الله من يانيك فيريرا فنيا يعني. طيب مطروح كمان في نادي الزمالك، هل اللعيبه هتتسوق لو جالها عروض عشان مشكله القيد؟ هل ممكن ناصر ماهر يمشي؟ ممكن، وارد جدا. ناصر ماهر نلاقيه في بيراميدز ب1,000,000 دولار، وارد جدا الفتره اللي جايه. حسام عبد المجيد لو تألق في كاس الامم ولعب ممكن يجي له عرض برضه 1,500,000 دولار، هيفك ازمه كبيره. ده الكواليس اللي انا بقول لكم عليها يعني. ممكن كمان محمد السيد اللاعب الناشئ الصاعد ممكن يمشي برضه، يجيب برضه 1,000,000 دولار ولا 1,500,000. في كلام على عواد، انه ممكن عواد ما يكملش في نادي الزمالك، لكن عواد متمسك بنادي الزمالك والاستمرار في نادي الزمالك، عايز يبقى موجود يعني. فدي بعض الكواليس اللي موجوده في نادي الزمالك. المدرب اللي جاي هيبقى ممكن يكون في ماتش زد او ماتش المصري تابع الفرقه، فجون ادوارد بيجري بسرعه عشان يجيب مدير فني في اقرب وقت عشان يشوف الفرقه ويتفرج عليها في ماتش زد او ماتش المصري. بس دي كانت كواليس سريعه كده عن نادي الزمالك، واكمل القهوه بقى بتاعتي. وان شاء الله ان شاء الله تمنياتنا لمنتخب مصر بسرعه كده يروح لابعد مدى في البطوله، وان شاء الله ياخدها والنجمه التامه. سلام.